الناس اللي كانت بتسألني بتقول لي صور يوم كامل انت بتأكل ايه من الصبح للمغرب. النهارده الصبح اول ما نزلت على الارض دي فيها كرومب، تمام، وفيها اللي هو الجرجير ده الغنم بتاكل منه قليل شويه، وفي ده فجل، وفي روس بتاعته الغنم بتاكل الروس دي، وفي غلط في الارض برضو الغنم بتاكله، وفي قرنبيط، في قرنبيط برضو. الله اكبر الله احسن. وده القرنبيط اللي انا بتكلم عليه، ده قرنبيط بيكون بايظ، الناس ما بتاخدوش بتسيبه وناكله. قرنبيط او زي البروكلي كده او وردة، ده برضو الغنم بتاكله. ده كرسي برسيم، مكان ناس بترخي البرسيم عشان تزرع غلة مثلا او تزرع خضار. غلة دي اللي هي القمح. احنا بنوكل الكرسي ده اسمه كرسي برسيم، ده اللي هو بيطلع بعد ما البرسيم يتحش اسمه كرسي عشان الناس اللي من بره مصر. اضربي كروم، ده انت هتنفخين النهارده. اضربي. وفي اللي هو الكرنب البنفسجي ده اللي هو بيتعمل السلطة ده، ده برضو موجود في الأرض والغنم بتاكله برضو. في ناس كتير بتتكلم معايا، وفي اخوة من الجزائر بيتكلموا معايا بعتولي في التعليقات، قالوا لي الغنم ما تكون عندك داخلة على ولادة أو غنم تقيلة في الولادة مقربة راخية الولادة، تعزلها في مكان لوحدها. فإن شاء الله لما أروح أعمل مكان متر في مترين كده، بحيث إن النعجة أو الحورية اللي مقربة على الولادة تتحط فيه، بحيث نحافظ عليها عشان ما يحصلش زي اللي حصل معايا في النعجة اللي هي البكرية. تتحجز قبل الولادة مثلا بتلات أربع أيام أسبوع، وتتساب فيها. بتتحجز بالليل، بس هتتساب بالليل، وبالنهار كده كده أنا بكون قاعد يعني، عشان لو حصل وولدت يعني ربنا كرمنا ما يحصلش زي اللي حصل للحورية اللي هي البكرية اللي هي دي. الدكتور جه وبص عليها، وانا كنت متخيل ان عندها دوار، كانت بتفضل تلف كده ناحية الشمال، تفضل تلف تلف. فالدكتور بص عليها قال الحمد لله ما فيهاش دوار. الدوار ده اللي هي بيكون عندها دود في المخ، بيخلي الغنم تفضل تلف حوالين نفسها، وملوش علاج يعني. ليه علاج بيتكتب يعني، لما سألت قالوا لي افروماكتين، ده علاج للدوار، بس ده طبعا مش بنسبة كبيرة ما يجيبش نتيجة. بس هي دي، لكن الدكتور قال الحمد لله هي ما فيهاش حاجة. فدلوقتي انا بعلفها علفة لوحدها بالزيادة شوية بحيث ان هي تتغذى شوية، والدكتور اداها علاج واداها حقن الحمد لله. ادعوا لنا بالبركة بس ربنا ييسر الحال. وبرضه في ناس قالوا لي انت لازم تحلب الحلية عشان الضرع بتاعها، عشان في لبن، عشان ما يتزنقش في اللبن. هو انا لو حلبت اللبن هيجي غيره، والخير هيبدأ يجي تاني، كل ما احلب هيجي تاني. لكن انا اديتها علاج للحاجه دي اصلا. الدكتور قلت له الكلام ده، قال لي لا لا ما تحلبش، سيبها وهي هتنشف اسبوع كده وهتنشف مع العلاج اللي انا مديهولها. هو اداها علاج عشان السخونيه وعشان الضرع والالتهاب والكلام ده، عشان ربنا يستر يعني. هي حتى انتوا لو واخدين بالكم الضرع نزل شويه، كان كبير عن كده، خف شويه، وهي برضو الحمد لله بدأت بتاكل والحمد لله بقت زي الفل. ادعوا لنا بالبركه، صلوا على النبي. ودي الغزالة بتاعتي اللي عليها ان شاء الله ان شاء الله الدور في الولادة، ربنا يحفظها. بس دي كبيرة وقافلة فاهمة شوية. بسم الله ما شاء الله. رجعنا النهاردة بدري عشان عندي شغل النهاردة، عندنا ماتشية. ايوه ادخلوا بقى بوظوا الكروم. النهاردة ما شاء الله جبنا اكل كتير، جبنا ده كله هنخزنه هنا لبكرة وبعده، وجبنا الزكيبة اللي بره دي.
ننزل العلف ده عشان الغنم الصغيرة. حطينا لهم شوية أكل بزيادة. الساعة دلوقتي يعني كام؟ 12:30 واحدة الظهر، لأن أنا رايح الشغل، رايح المستشفى نبطشي من الساعة 2 الظهر، فهرمي لهم أكل بزيادة دلوقتي ولما أجي من الشغل بالليل بعد المغرب أو بعد العشاء أرمي لهم أكل تاني أو يتعلفوا بقى بالليل. اللي عايزة تاكل كرنب تاكل، اللي عايزة تاكل برسيم تاكل. وبالنسبة بقى للناس اللي كانت بتسألني على موضوع الأكل، بتأكل ايه اليوم كامل؟ يعني النهاردة مثلا ربنا كرمنا مثلا بكرنب وشوية برسيم. امبارح كانوا بياكلوا بقدونس وكزبرة. من كام يوم كانوا بياكلوا شبت مع غلت. فكل يوم الأكل مختلف عن التاني. ومن أسبوع كده كان في ضروة أو الضراوة الصغيرة دي، كان كرسي، كان حد عايز يحرث الأرض علشان يأكل، علشان يزرع قمح أو يزرع غلة، فقال لنا ورحنا أكلناه. فكل يوم في أكل مختلف، فده ميزة بقى في الغنم اللي هي بتسرح. في ناس كانت تسألني ان انا باكل ايه. ده ذرة، شكارة ذرة، شكارة دشيشة، شكارة ردة، وشكارة قشر فول بلدي. قشر فول بلدي دي النعجة العيانة هنخليها تدخل تاكل شوية. تعالي تعالي، ايوه لف، تعالي. نقفل الباب ده عشان الناس الغنم الكبيرة ما تدخلش. دي الحلية البكرية اللي هي ولدت البطن اللي ولدت الحلقة اللي فاتت وابنها مات. كانت والدة ذكر حلو، فمهتم بها شوية كده عشان ايه، ترم عظمها كده. بدها كل يوم فرخة بلدي. كل الغنم الصغيرة لما شافت الأكل نزل دخلت عشان تاكل. ربنا يسهل بقى وننزل السوق بكرة وبعد ونتفرج كده، لو في حاجة حلوة نشتريها. ذرة، دي شيشة، ردة. بس الردة مفيهاش ردة، دي العلفة دي، لأن الغنم دي كانت محطوطة من امبارح للغنم الصغيرة. الغنم الصغيرة بتخش تاكل الردة أكتر. وفيها قشر فول بلدي. كل يا حلو، ربنا يحش عنك يا رب. عشان كده بص تلاقي الخروف بسم الله بسم الله ما شاء الله. في بقى التحصين اللي انا اشتريته، هو ده فاشيو كيور 34%. ده محلول، ده بيتاخد تحت الجلد. المية 100 كيلو بياخدوا 3 سنتي. 100 كيلو، فانا هدي 2 سنتي للوحدة. اللي زي دي تقريبا 60 كيلو 50 كيلو فهندي 2 سنتي. 2 سنتي هيبقى حلوين. ده هيتاخد تحت الجلد عند الرقبة. عند الرقبة هنا هندي كل الغنم باستثناء الغنم الصغيرة. تمام. والغنم اللي تعبانة يعني دي مش هتاخد، علشان دي لسه واخدة علاج قريب وتعبانة شوية. والخروف اللي هو الكبير شوية ده برضو مش هياخد، عشان ده عنده اسهال. بس الاسهال ربط، يعني ممكن اديله بعدها ب3-4 ايام. وده التاني اللي هو اسمه تقريبا سوبر مسلين او حاجة زي كده، انا هكتب اسمه على الشاشة. ده عشان البراغيث، انا حطيت منه سنتي على لتر مية ورشيت منه الغنم.
ده آمن 5%. واشتريت المقص ده برضه عشان نقص بيه حوافر الغنم. بس ما شاء الله ممتاز، انا جربت بيه واحدة، وما اقص تاني هصور وانا بقص. في ناس بتتكلم وبتعلق في التعليقات بتقول لك ما تاكلش الغنم مثلا ملوخيه، ما تاكلش الغنم كرنب، ما تاكلش الغنم حاجات زي كده. هو كلامهم مظبوط، بس انا باكل مثلا طاقه واحده. لما بخرج بالغنم اسرح بيهم مثلا شويه سبانخ، شويه ملوخيه، شويه كرنب، شويه شبت، شويه بقدونس اللي بقابلنا بقى. فهي ما بتاكلش ملوخيه على طول. الملوخيه دي مثلا ممكن مره ويعدي عليها 3 4 ايام. وكذلك برضو السبانخ، كذلك كل الاكل ده. يعني مفيش اكل مستمر يوميا باستثناء حاجتين بس، اللي هو البرسيم والعلفة اللي انا بعلفهم بيها. لكن غير كده مفيش اكل مستمر. دي الحلية اللي هي كانت والدة، اللي هي دي. احنا كنا شاكين فيها ان هي عندها دوار اللي هي تفضل تلف ناحية الشمال بس، لكن لما جبنا الدكتور وبص عليها الدكتور قال لا هي مفيهاش حاجة الحمد لله. هو بس ده بأثر الولادة، واداها علاج واداها مضاد حيوي واداها حاجة للسخونية، يعني ظبط الدنيا يعني. والحمد لله يعني هي اتحسنت على الأول. لكن هي في الحركة والمشي لما طلعت النهاردة سرحت، طلعت بهم تقريبا ساعة ساعتين بالكتير، ما مشيتش كتير. يا دوب مشيت 200 300 متر. بس مشيتها تقيلة شوية. ربنا ييسر الحال يا رب.